الفيلم بيبدأ بمجموعة أشخاص بيلاقوا دهب في القطب الشمالي، وبينتشر الخبر بين الناس وناس كتير بتسافر عشان تجرب حظها، وبيحتاجوا كلاب بعضلات قوية عشان تسحب زلاجاتهم على الجليد. وبيظهر باك كلب القاضي، كلب قوي وذكي، وفي شخص بيشوفه وهو بيجري وبيكون بيقرأ إعلان عن ناس محتاجين كلاب مقابل مبلغ من المال، فبيقرر يخطفه. المهم الشغالة قالت له يصحي بنات القاضي، وفعلا بيروح يصحيهم بكل هدوء عشان ما يتخضوش. والطباخين اول ما سمعوا صوته خبوا الاكل بسرعه. باك دلدل ودانه من الزعل وقال لهم ده اللي سقى كلب دخل الجنه، امال بقى لو اكلتوه. فطلعوه بره وقالوا له هش من هنا، هش هش هش. والقاضي طلعه بره البيت ومنعه من الدخول. في اللحظه دي بيشوف ارنب فبيطلع يجري وراه عشان جعان، لكن ما بيلحقوش. وبيكون القاضي مجهز وليمه عشان عيد ميلاد بنته، والقاضي واسرته بياخدوا صوره عيد الميلاد. اتفاجئوا بالكلب داخل عليهم بورك ديك رومي، والقاضي بيلاقي السفرة اتدمرت. فباك قال له ما تقلقش انا شايل لك منابك في بق. وبيبقى متضايق من باك لدرجة انه خلاه يبات بره البيت عقابا ليه. في اللحظة دي بيظهر الشخص اللي عايز يخطفه وبينده عليه، ورماله اكل جوه صندوق خشب وقفل عليه، وباعه لصاحب الاعلان مقابل مبلغ من المال. وبياخدوا الصندوق وبيسافروا بيه للقطب الشمالي. واول ما بيوصل بيلاقي شخص بيتعامل معاه بمنتهى العنف وبيديله بالشوم على الدماغ، فقال له يعني هو كله ضرب مفيش شتيمه. وبيوصل الاسكا وبيلاقي الحلاق بيحلق للناس بالبلطه، فحمد ربنا انه كلب. وبيبقى اول مره يشوف التلج وكان مستغربه ومش عارف يمشي عليه. وبيلاقي معزتين زرايبي معجبين بيه، فحب يعمل كلب توت فروت مقطع ديله باللمواس وفك الحبل وهرب. وبيخبط في جون اللي باع كل املاكه عشان يسافر، وبيلاقي الاله الموسيقيه بتاعته فبياخدها ويديها له. وبيجي التاجر وبياخده وبيحطه مع كلاب تانية عشان يبيعه. وبيجي بيرو اللي شغال في توصيل البريد وبيبقى محتاج كلب، وبيشتري باك وبيعرفه على فرانسوار مراته، وبيعرفه كمان على مجموعه الكلاب اللي هيشتغل معاها، وده قائدهم سبيتز، كلب بغل وقلب اسود زي قفاه. المهم بيرو بيشرح لهم الطريق اللي هيمشوا فيه عشان يوصلوا البريد. وفعلا بيبداوا رحلتهم، وباك كل شويه بيتقلب على وشه عشان مش واخد على التلج. وبيشوف ارنب فبيجري وراه وبيقلب العربيه في التلج. فبيرو قال له اتعامل معاك راجل لراجل ولا راجل لكلب؟ قال له راجل لكلب بس اوعى تعضني. ولان باك مش متعود على الجو ده فمشي شويه وتعب. وبالليل حس بالبرد فدخل الخيمه وجرجر فرنسوار بره وقال لها يعني ولا اكل ولا نوم، انتوا شايفيننا كلاب ولا ايه؟ ونام مكانها. وتاني يوم برضه كان عمال يتزحلق لان رجله مش واخده على التلج. بالليل وهم بياكلوا بيلاقي سبيتس بياخد اكل كلب غلبان بالعافيه، فاداله الاكل بتاعه وقال له يعني بالهنا والشفا. تاني يوم سبيتس كان بيشرب ميه ومش راضي يخلي الكلاب تشرب معاه، لكن باك قرر يتصرف وعمل فتحه في التلج عشان الكلاب تشرب. وبعد كام يوم باك بيتعلم يجري على الجليد بسهوله، وبيرو بيكون مبسوط ووشه منور من الفرحه. وبيوصلوا لمكان خطر، وبيرو ومراته كانوا بيختبروا قوه التلج عشان يعدوا من عليه. في اللحظه دي مراته بتقع في النهر، لكن باك قرر يتصرف. وفعلا بينقذها، بس المشكله انه بيقع تاني في الميه. بسرعه بيرو حاول يكسر التلج عشان ينقذه لكن ما بيقدرش وبيفقد الامل. وبيلاقي حد بيديله خشبه عشان يكسر بيها التلج، وبيتفاجئ انه باك. وسبيتس كان متابع الموقف ومتضايق. بالليل باك والكلاب كانوا بيجروا ورا ارنب من باب التسليه، وفي الاخر باك مسكه لكن ما اذاهوش وسابه يمشي. فبيجي سبيتس وبيقتل الارنب، وقال لباك مفيش هنا الا قائد واحد. باك قال له ما تشوحش بس بديلك وانت بتتكلم معاه، وقال له بص العصفوره دي، وضحك عليه وعضه. وقعدوا نص ساعه يعضعضوا في بعض، لكن سبيتس بيعض باك لحد ما بيغمى عليه، فبيسيبه وراح يهاجم بقيه الكلاب. لكن الكلاب بتخاف وتجري وبيتبقى كلب، وكان بيحاول يقاوم الخوف اللي جواه عشان يساعد باك. وفعلا باك بيقوم وبينتقم. في اللحظة دي سبيتس بيحس بالهزيمة وبيمشي بعيد ومحدش بيعرف له طريق. تاني يوم بيرو بيصحى مش بيلاقي سبيتس، فبيقرر يمشي من غيره. وبيلاقي باك عايز يبقى القائد، فبيرفض وبيرجعه مكانه لان في كلاب اقدم منه. وبيجيب كلب تاني لكن الكلب بيرفض وبيرجع مكانه، فبيضطر يخلي باك القائد عشان ما يتأخرش في تسليم البريد. وفعلا بينطلق بأقصى سرعة هو والكلاب اللي معاه. المشكلة وهم ماشيين بيحصل
انهيار جليدي، وبيرو قال لباك خش شمال، لكن باك اتصرف من دماغه وبيروح ناحية نفق في الجبل وبيدخل جواه وبيجري بأقصى سرعة عنده وبيخرج من الناحية التانية، وفعلا بيوصلوا البريد في ميعاده. وبيبقى في نفس القرية جون، وكان بيكتب جواب لمراته عشان عيد ميلاد ابنه اللي مات، وبيصحى تاني يوم متأخر وبيجري عشان يلحق بيرو قبل ما يمشي، وباك بيشوفه فبيقف عشانه. المشكلة ان بيرو بيرفض ياخد منه الجواب، لكن باك خده منه واداله فرنسوار، فشكره وقال له مش هنسالك الموقف ده. بعد اسبوع بيوصلوا القرية تاني بالجوابات، وبيرو بيلاقي ان في جواب ليه، وبيفتحه بيتفاجئ انه انفصل من الشغل، وبيروح لباك وهو حزين وبيقول له خلي بالك من الكلاب. وبيجي هال وبيشتري باك والكلاب اللي معاه وبيربطهم في العربية عشان يسحبوها، لكن بتكون تقيلة قوي عليهم، فبيطلب من المساعد بتاعه يضربهم عشان يمشوا، لكن جون بيتدخل وبيلحقه وقال له لو رايح تدور على الذهب لازم تستنى لما الربيع يخلص والتلج يدوب، لان النهر متجمد ولو عديت من عليه طبقة الجليد هتتكسر وهتغرقوا كلكم. لكن هل ما بيهتمش وبيمشي، وفي نص الطريق الكلاب بتتعب لان وزن العربية تقيل، فبيفضل يلسوعهم بالكرباج. في الناحية التانية جون بيلاقي التلج ساح، فبيقرر ينقذ باك، وهل لسه هيقتله، لكن جون بيوصل في الوقت المناسب وبيضرب هال وبيقطع الحبل وبينقذ باك. لكن هال بيفضل مصمم على اللي هو عايزه وبيجبر الكلاب انها تمشي من على النهر، وباك من التعب بينام يومين ورا بعض. ولما صحي جون قعد معاه وحكاله قصته، وانه جه هنا لوحده عشان ينسى ابنه اللي مات. وتاني يوم بيوريله خريطة وبيشاور على المكان اللي كان عايز يروحه مع ابنه، وقال لباك ايه رأيك نروح المكان ده سوا. وفعلا بيبدأوا رحلتهم بالمركب، وباك كان بيهوهو من كتر الفرحة. في الناحية التانية هال بيروح بيت جون، وبتكون الكلاب هربت منه وخسر كل ثروته، وبيلاقي الخريطة قدامه وبيعرف المكان اللي هيروحوا له. وجون بيلاقي بيت قديم فبيدخل يشوف فيه ايه، وبيقرر يقعد فيه كام يوم، وبعدها بينزل يبلبط في المية وفجأة بيلاقي قطعة ذهب، وباك بيساعده وبيلاقي قطعة كبيرة. في اللحظة دي بيلاقي زئباية بيضة جميلة، فبيحاول يجري وراها عشان ياخد رقمها لكن ما بيلحقهاش. وتاني يوم باك بيتفرج على الذئاب وهي بتصطاد، لكن في واحد فيهم بيقع في المية، والذئاب حاولوا ينقذوه لكن ما عرفوش، وباك قرر ينقذه عشان يكسب حب الذئاب. وفعلا بيقدر ينسجم مع الذئاب وبيبقى واحد منهم، وكلم ابو الذئبايه البيضه عشان يخطبها. واخر النهار بيجيب له جون اللي اصطاده وبياكلوا سوا. لكن يوم في التاني جون بقى يلاحظ انه بقى يروح متاخر، فقال له ما تكبرش المواضيع، كنت عند خطيبتي. تاني يوم وهم بيلعبوا مع بعض باك بيلاقي خطيبته جايه تندهله، فزعق لها وقال لها روح على البيت، ما عندناش حريم تطلع بشعرها. وجون لما لقاه بيزعق ومتضايق خاف منه وقال له روح وصلها انت، وبيروح وراه وبيلاقيه في قمة سعادته مع قطيع الذئاب لانه كان بيعاني كتير من ظلم البشر. المهم جون بيجهز شنطته عشان يسافر تاني يوم، لكن بالليل بيحصل اللي محدش يتوقعه، بيلاقي هال بيهجم عليه بالسلاح وبيضربه طلقة في بطنه. وبيروح لجون فبيلاقيه بينزف دم كتير، فبيجيب له صورة ابنه وبيحاول يقومه، بس للأسف جون بيموت في حضنه. وبيفضل باك زعلان عليه، وخطيبته كانت بتحاول تخرجه من الحزن، واستنى ال40 بتوع جون وبعدين اتجوز وخلف. وبسبب ذكائه وقوته بقى هو القائد بتاع القطيع، وكل ما يعدي على الكوخ اللي كان فيه جون يفتكر الأيام الحلوة اللي عاشها معاه. أشوفكم الفيلم الجاي.